النهارده بنأسس تكييفات وكنا خلاص هنركب ونفنش الشغل بتاعنا، وفجأة اكتشفنا مصيبة كبيرة جدا كانت مستخبية جوه الحيطة. تعالى اقول لكم ايه اللي حصل. اللي حصل معانا النهارده واحنا بنأسس مواسير الدفن بتاعة التكييفات، اول حاجة اشتغلنا مظبوط جدا وظبطنا السلوك وحطينا الكنترول بتاعنا وجهزنا كل حاجة، وكل المواسير دخلت في الفليكسيبل بتاعتها، وبقى خلاص كل حاجة جاهزة على التركيب. جينا بقى نكسر في الحيطة علشان نركب، فجأة بقى اللي ظهر لنا ايه بقى؟ ان عندنا كمر خرساني قدامنا. طبعا مش هنعرف ان احنا نكسره. طب نعمل ايه؟ نوقف؟ طب الناس هتيجي بكره، طب هنعطل الدنيا، العريس مستعجل عايز يستلم. طب ايه اللي حصل؟ كلمنا فورا حد متخصص، جه فتح لنا فتحه كور صغيره جدا علشان تمر كده من الكمر، وان احنا برضه ما نأثرش على الجزء الخرساني ولا على النظام الانشائي للمبنى. اشتغلنا بسرعه وعدلنا المسار وركبنا كل حاجه، كانت زي الفل. وعارفين بقى احنا ليه تعبنا نفسنا؟ علشان العميل عامل بيت ستاره، وكل حاجه لازم تكون هيدن لاين، شغل نضيف كده عشان ما فيش اي حاجه تبان. وفي اقل من ساعه كانت المشكله كلها محلوله وكأن شيئا لم يكن. فعايز اقول لك بقى ان مش اي حد يقابله مشكله بيعرف يحلها ويتصرف بسرعه، لا ده احنا بنسلم الشغل بتاعنا مظبوط ومهما كانت الظروف. كلمنا وخلي شغلك في ايد امينه. سيدكو ايجيبت، انت دايما في امان.